السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم المفضل ملعب المظالم. قبل ما نبدأ حلقة النهاردة بنحب نقول كلمة للشعب المصري العظيم وقواتنا المسلحة العظيمة بالاحتفال بنصر أكتوبر العظيم، الاحتفال بيوم النصر على العدو الإسرائيلي في 6 أكتوبر 1973. الشعب العظيم اللي عمل حد بين الفاصل يا كابتن محمد، بين الحد الفاصل بين اليأس والأمل وبين الحاضر والمستقبل، وتقول النهارده في كلمة للشعب المصري بمناسبة حرب أكتوبر 73. احنا النهارده بنوجه تهنئة للقوات المسلحة المصرية بمناسبة انتصار اكتوبر المجيد، يوم العزة والكرامة، يوم الإرادة. حقق القوات المسلحة والشعب المصري يعني انتصارا عظيما في السادس من اكتوبر عام 1973. بهذه المناسبة نتقدم للقوات المسلحة المصرية الباسلة والشرطة المصرية والشعب المصري بأرق التماني وأطيب الأماني بمناسبة هذا الانتصار العظيم. أعزائي المشاهدين، في بداية كل حلقة بنحب نرحب بالزميل محمد عبد النبي مقدم برنامج ملعب المظالم معايا، والنهارده إن شاء الله بنوعدكم بكل الحصر وكل التقارير الحصرية لملعب المظالم. وقبل ما نبدأ حلقة النهارده معانا أخبار ملعب المظالم يا كابتن محمد. أول خبر معانا الكابتن محمد صلاح مديرا فنيا للسويس خلفا لميمي عبد الرازق. قبل الأخبار يا كابتن طارق، احنا أولا برنامج ملعب المظالم دايما بنغطي الأخبار الحصرية والمداخلات الهاتفية والتقارير الرياضية، وبنناقش كل القضايا الرياضية، وعلى طول أول بأول إن شاء الله معاكم حصر النهاردة من ملعب المظالم. أولى أخبارنا النهاردة يا كابتن طارق: محمد صلاح مديرا فنيا لمنتخب السويس خلفا لميمي عبد الرازق. تعاقد مجلس إدارة منتخب السويس بقيادة ميدو هلال مع محمد صلاح مدرب الزمالك الأسبق لقيادة الفريق خلفا لميمي عبد الرازق الذي أجري عملية في القلب الأسبوع الماضي تمنعه من التدريب خلال الفترة المقبلة. كان منتخب السويس قد تعاقد مع أكثر من 20 لاعبا خلال فترة الانتقالات الصيفية للمنافسة على الصعود وللأضواء من جديد بعد ما قدموا الأمرين في الموسم الماضي وكانوا قريبين من الهبوط للقسم الثالث. ومن المقرر أن يحضر عصر اليوم الكابتن محمد صلاح المدير الفني لتوقيع العقود والبدء في تجهيز الفريق استعدادا لمباراة الأسبوع الأول أمام الترسانة باستاد حسن الشاذلي يوم 21 أكتوبر الجاري. يذكر أن محمد صلاح صاحب إنجاز الصعود في العامين الماضيين مع النجوم ومع فريق FC مصر. اتحاد الكرة يخطر الأندية بتحديد يومي 30 و 31 أكتوبر الجاري لموعد الجمعية العمومية العادية. كابتن طارق، بالفعل اختارت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني أندية الجمعية العمومية لاتحاد الكرة بتحديد يومي 30 و 31 أكتوبر الجاري موعدا لانعقاد الجمعية العمومية العادية. كان اتحاد الكرة قد أعلن جدول أعمال الجمعية العمومية، وأبرز بنود جدول الأعمال هي مناقشة الميزانية، وتتلخص مهام اللجنة في إدارة الشؤون اليومية لاتحاد الكرة ومراجعة النظام الأساسي للاتحاد واللوائح الأخرى عند الضرورة لضمان امتثالها لنظام فيفا الأساسي. كما ستقوم اللجنة بتنظيم وإجراء الانتخابات على القوانين الجديدة والعمل كلجنة انتخابية من أجل تنظيم وإجراء انتخابات مجلس إدارة جديد بناء على النظام الأساسي للجمعية العمومية المتوافق حديثا، نظرا لأن اللجنة المعينة من الفيفا لا يحق لها الترشيح في الانتخابات المقبلة. أعزائي المشاهدين، تعالوا نشوف على الشاشة أمام حضراتكم بعد قليل قائمة منتخب مصر اللي اختارها المدير الفني الكابتن حسام البدري. يا كابتن محمد، لحراسة المرمى عندك محمد الشناوي، محمد عواد، محمد بسام. خط الدفاع أحمد حجازي، رجب بكار، أحمد فتحي، محمود علاء، باهر المحمدي، أيمن أشرف، عبد الله جمعة، محمد حمدي، عمر جابر. خط الوسط محمد النني، طارق حامد، عمر السولية، حمدي فتحي، عبد الله السعيد، محمد مجدي قفشة، محمود تريزيجيه، حسين الشحات. خط الهجوم حسام حسن، عمر السعيد، احمد حسن كوكا. اين محمد صلاح؟ محمد صلاح راحة سلبية. فكر الكابتن حسام يعني
كابتن حسام البدري المدير الفني الجديد لمنتخب مصر أن يعطيه راحة سلبية نظرا لإرهاقه في المباريات مع ليفربول. وأيضا قائمة منتخب مصر الأولمبي يا كابتن طارق بقيادة الكابتن شوقي غريب تضم من عمر رضوان في حراسة المرمى، عمرو صلاح، محمد صبحي، مصطفى شوبير. خط الدفاع أسامة جلال، محمود مرعي، محمود الجزار، أحمد رمضان، محمد عبد السلام، محمد صادق، أحمد أبو الفتوح، أحمد أيمن، وكريم العراقي. أما خط الوسط أكرم توفيق، غنام محمد، عمار حمدي، ناصر ماهر، أحمد حمدي، فوزي الحناوي، رمضان صبحي، طاهر محمد طاهر، إمام عاشور، عبد الله مجدي، وجيه عبد الحكيم. أما خط الهجوم مصطفى محمد وصلاح محسن وأحمد ياسر ريان وناصر منسي. آخر خبر معانا أعزائي المشاهدين، الأسبوع الأول في المجموعة التاسعة للقسم الثالث. تعالوا نشوفه أمام حضراتكم على الشاشة بعد قليل. الكابتن محمد، أول مباراة بني عبيد مع ميجا سبورت. بني عبيد بالفعل إن شاء الله أولى المباريات في القسم الثالث. احنا من هنا من خلال ملعب المظاليم بنهني كل أندية القسم الثالث علشان المنافسة هتبدأ إن شاء الله يوم السبت القادم في الموافق 12/10/2019. كل المجموعات 13 مجموعة إن شاء الله هتبدأ يوم 13 القادم. على الشاشة المجموعة التاسعة بني عبيد مع ميجا سبورت، بالقاس مع المنزلة، نبروه مع مياه الدقهلية، شبان بدواي مع كهرباء طلخة، شربين مع شباب الأمير، وشيكو مع المطرية، ومنية سمنود مع عمال المنصورة. نطلع نشوف تقرير عن توقف النشاط الرياضي بنادي الجلاء بالمنصورة والزميل ياسر عبد الرازق ونرجع لكم تاني. زي مشاهدي ملعب المظاليم، يعاني نادي الجلاء الرياضي من توقف النشاط منذ عدة سنوات، وهو ما أدى إلى حرمان أكثر من 100,000 نسمة بممارسة الرياضة. تابعونا وهذا التقرير من مدينة المنصورة. الله جمال السيد، عندي 16 سنة. بطلت بسبب ان النادي كان فيه عايز يتصلح وما كانش متجدد قوي. بطلت بقالي سنتين. انا لعبت جمهورية في القاهرة، ولعبت كاتا، ولعبت كوميتيه، ولعبت عمر احمد السيد يوسف. بتلعب لعبة ايه يا عمر؟ كاراتيه. واخد كام ميدالية؟ 5. وبتمارس دلوقتي الرياضة ولا توقفت عن ممارسة الرياضة؟ اتوقفت على مصر. احمد جمال السيد يوسف. بلعب كاراتيه بقالي 7 سنين تقريبا، وكان في عطلة في النادي فما بلعبش بقالي سنتين. احمد ياسر. يعني كنت صغير كان من قبل يعني ما بلحقش يعني اشوفه هو في ناس يعني ابطال وكده، يعني ما كنتش اعرف اساسا ان في نشاط رياضي يعني. فنتمنى يعني ان هو يبقى في نشاط رياضي عشان اقدر ان انا اجي العب فيه يعني بدل ما اروح اماكن بعيده يعني. علي الكناني، عندي 20 سنة، بقالي 12 سنة بلعب جودو ومعايا بطولات كتير. آخر بطولة ليا كانت من سنتين، بطولة 18، جبت فيها مركز أول جمهورية. جمال عبولة، عضو مجلس إدارة نادي الجلاء. نادي متوقف منذ 2004 لحد الآن، مع العلم معظم اللعيبة بتستأجر بره، بنأجرها بره تلعب في مركز شباب نادي الصندوق في الحوار. النشاط واقف في نادي الجلاء من 2004 لحد الآن، مع ان موجود عندنا ابطال على مستوى الجمهوريه. محمد عبد الحميد مدرب الكاراتيه بنادي الجلاء، ومع الاسف زي ما الزملاء قالوا لحضرتك احنا اللعيبه النادي بيخدم هنا 100,000 شاب وفتاه، بينقذهم من ان الفراغ، ويغيظ بالسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في انه يساعدنا في حل المشكله. أنا هشام حسين، مدير نادي الجلاء الرياضي بالمنصورة. النادي تابع لمدير شباب والرياضة، وعندنا مشكلة إن النادي قايل السقوط أو معانا قرار إزالة للنادي من سنة 2004. فإحنا بنطالب حد من وزارة الشباب والرياضة، الأستاذ عادل رضوان مدير الاستثمار الرياضي في الوزارة، بإن إحنا يدخلنا المبلغ ده علشان في مدير شباب والرياضة عشان نقدر نقوم حتى بدور واحد، عشان عندنا أنشطة كتير. عشان انا عندي يعني مراكز متقدمه جدا خصوصا في الكوتو والكاراتيه وكمان الاجسام، بنحصل على دايما على المراكز الاولى في الجمهوريه. وكان عندي بنتين في الجودو، شروق واحلام، دول انضموا لمنتخب مصر. أعزائي المشاهدين، ورجعنا لكم من جديد ونستقبل ضيف غالي عزيز علينا،
الكابتن عبد اللطيف الدوماني كابتن نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق والمدير الفني لنادي نبارو. اهلا بك يا كابتن ومشرفنا النهارده في ملعب المظالم. اهلا بك كابتن طارق، اهلا بكابتن محمد، كل سنه وانتم طيبين ومبروك على العوده الجميله دي، وان شاء الله مزيد من التفوق والتالق ان شاء الله. شرفنا يا كابتن. كابتن عبد اللطيف، انت منورنا ومشرفنا في ملعب المظالم. دايما كابتن عبد اللطيف الدوماني تخصص صعود، لك تجارب عديده مع انديه عديده، اخرها العام الماضي مع بيلا صعدت بهم للقسم الثاني، وايضا العام السابق كان مع نادي الزرقاء وانديه كتيره جدا. يعني معروف عن الكابتن عبد اللطيف الدوماني تخصص صعود. قول لنا يعني عاوزين نعرف كده يعني بدايات الكابتن عبد اللطيف الدوماني وهو لاعب صغير كده ناشئ، ووصل لنادي الزمالك ازاي، ومثل مصر ازاي، ولعب في انديه عديده. اولا بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا بدايه كاي لاعب ناشئ في صفوف نادي غزل المحله، تدرجت من قطاع الناشئين يمكن وانا كنت صغير جدا، عندي 10 سنين. الحمد لله يعني كنت انا منتمي لنادي غزل المحله طبعا انتماء كبير جدا، وما زلت طبعا. كنت بحب النادي طبعا، وكنت في نجوم كبار جدا كانوا مثل اعلى ليا، كنت اتمنى ان انا ابقى زيهم. فالحمد لله يعني كانت الدوافع عندي موجوده والطموح موجود وكان العزيمه موجوده، فبالتالي لما بنجتهد ربنا بيدينا الحمد لله. يعني تدرجت في قطاع الناشئين لغايه سن 17 سنه. صعدت فريق اول سنه 95 مع الالماني بيتر شتوب وكابتن شوقي غريب، ويمكن كان اول بطوله ليا في بطوله عربيه كانت كبيره جدا، كانت في تونس وكانت بطوله رسميه. وقدر غزل المحله يمكن اول مره في تاريخه يحصل على المركز الثالث في البطوله دي، والحمد لله كنت انا صاحب هدف في التاهل للدور قبل النهائي. بعدها انضميت لنادي الزمالك طبعا، برضو يشرفني طبعا، كنت في نادي الزمالك نادي كبير واحد قلاع الرياضه طبعا في مصر والشرق الاوسط. لعبت 4 مواسم في نادي الزمالك، حققت 8 بطولات. الحمد لله. يعني يمكن فتره كانت ممكن تكون قليله شويه عشان الاصابه واعتزلت بدري جدا. وبرضه ما انساش انا رحت نادي يعني الانديه الكبيره في مصر، نادي حرس الحدود، لعبت نص موسم هناك وحرزت برضه 10 اهداف. فالحمد لله دول ال3 انديه اللي لعبت، شرفت ان لعبت بيهم، زائد طبعا منتخبات الناشئين والشباب والاولمبي والاول. الحمد لله كنت هداف منتخب الاولمبي على مدار تاريخه الحمد لله. شاركت في بعض المباريات في الفريق الاول، فالحمد لله يعني مسيره اعتقد الحمد لله يعني ناجحه في سن يمكن القصه كلها لم تتجاوز ال10 سنين كوره. فالحمد لله يعني راضي باللي ربنا كاتبه، وفتره وعدت وبعدها بقى تركيزنا كله كان في قصه التدريب، والحمد لله ما زلنا فيه يعني. كابتن عبد اللطيف الدوماني، حضرتك المدير الفني لنادي نبارو، عملت ماتشات وديه على اعلى مستوى، حطيت ايديك على نقاط الضعف والقوه في نادي نبارو، ثبت التشكيل في المباراه الاخرانيه. قول لنا ايه اخر استعدادات للنادي مياه الداهليه ان شاء الله في بدايه الدوري ان شاء الله السبت الجاي؟ يعني الاول طبعا انا بشكر كل الانديه اللي انا كنت فيها، اخرهم نادي بيلا طبعا المحترم، ونادي بني عبيد، ونادي دمياط، ونادي الزرقاء، ونادي سمنود. مش عاوز انسى طبعا النادي الكبير غزل المحله، مش عاوز انسى طبعا، وفي الزعفران وفي شيكو، كل الانديه طبعا لها معزه عندي. اخر نادي كان نادي بيلا، يعني الحقيقه يعني قضيت موسم اكثر من رائع. يمكن الفريق الاول على مستوى جمهوريه مصر العربيه تمام. من حيث الارقام، من حيث الاهداف، من حيث عدد الفوز، من حيث عدد الهزيمه. الحمد لله كان موسم استثنائي جدا بفضل طبعا مجلس الاداره المحترم وجمهور بيلا الكبير. الحقيقه يعني سند كبير جدا لنا كجهاز وكلاعيبه. بعض اللعيبه كلها كانت محترمه جدا، جهاز فني وطب واداري على اعلى مستوى. الموسم ده ما يختلفش الوضع، بل بالعكس. يعني مش عايز اقول سن الامكانيات الماديه ومتوفره عند نادي نبارو، جهاز مجلس اداره، يعني مش بجامل، حدث ولا حرج، وكلكم تعلموا طبعا ناس محترمه جدا وناس قامات كبيره جدا في الكوره وفي الاخلاق وفي الاحترام وفي المصداقيه. الحمد لله يعني عملنا فريق كويس، عملنا فريق محترم. لم يبخلوا علينا في اي دعم، في اي لاعب كنت بطلبه كان بيجي، اي معسكر، اي حاجه في لائحه لبس، بالحقيقه يعني ما بيخلوش علينا خالص. ودايما وابدا بقول ان شاء الله نكون عند حسن ظنهم كالعاده. يعني عملنا فتره اعداد طبيعيه جدا، وتخللها معسكرات بدنيه، وفي بعض الماتشات الوديه طبعا لعبنا 19 مباراه تحديدا. يعني طبيعي اخسر وطبيعي اكسب وطبيعي اتعادل، مش مقياس خالص ان انا اكسب مباراه يبقى انا خلاص مطمن للعيبه او مطمن لنفسي او مطمن للصعود. وفي نفس الوقت لما اخسر مباراه مش معناه ان انا فرقه قليله،
بالعكس هي تجارب وبنطلع منها طبعا بكل السلبيات وكل الايجابيات. هي بتبقى حاجه تحضيريه لبدايه الدوري، فلما بتحضر ما بيبقاش رسمي. فيمكن انت مع الجهاز اللي معاك بتقدر تكون فرقه، بتقدر تعمل ربط بين المجموعه اللي هتلعب، اسلوب كل ملعب، ثقافه الفرقه اللي بتلعبها. الحمد لله طبعا حطينا ايدينا على نسبه 80 او 90% من التشكيل الاساسي، ويتبقى طبعا توفيق ربنا سبحانه وتعالى. والمجموعه صعبه طبعا، يمكن اصعب مجموعه السنه دي يعني. انا معاكم بني عبيد. طبعا هي يعني مش عاوز اتكلم عشان كابتن محمد موجود. نادي عبيد انا بحترم النادي جدا وبقدره. يمكن في الاونه الاخيره حصل حاجات لغط كتيره جدا في امور يمكن البرنامج ما نقدرش نتكلم فيها، لكن بحب جدا بني عبيد جدا وبحترمهم، ولا يمكن ان انا هقدر ابص اللاعب من عنده ولا بني عبيد يبص اللاعب من نبروه. والعلاقه القويه فوجئت بيها من مجلس اداره نادي نبروه المحترم مع الدكتور هرماس ومجلس اداره بني عبيد المحترم. الحقيقه انا ما كنتش متوقع او متخيل العلاقه قويه جدا، ده لسنوات من زمان جدا يعني. انا كنت متخيل العلاقه، لا ده العلاقه اقوى من اي حد يتدخل او اي حد يتدخل ويحاول يقلل من العلاقه او يفشل العلاقه. لا خالص، العلاقه محترمه. بتمنى لهم التوفيق طبعا والله يعني. اي حد ربنا يوفقه، نادي عبيد، نادي الشربين من الانديه الكبيره، نادي ميجا، بدواي، اي حد هيجتهد اكيد ربنا هيديله. وفرقه بس اللي هتصعد يعني. الدوري العام فرقه بتاخده والباقي بيصرف، فما بيبقى فرقه هنا وفرقه واحده اللي هتصعد، فبنقول له مبروك وان شاء الله التوفيق للباقي. بالتوفيق باذن الله. كابتن دوماني، النهارده بالفعل في اتحاد الكوره المصري النهارده اجرت القرعه النهارده في لانديه القسم الثالث والرابع، وكان فريق نبارو ان انت حضرتك بتدربه وقع في القرعه النهارده مع فريق ميجا سبورت. انت عندك ماتش يوم السبت، هتلاعب مياد دقهليه في نبارو، وهتلاعب ميجا يوم الثلاث، ومباراه تانية يوم السبت، ومباراه لو صعدت هتلعب الثلاث. يعني في بدايه السيزون كده، في بدايه الدوري، ممكن الفرقه اي فرقه تلعب 4 ماتشات في اسبوعين؟ والله دي من ضمن الحاجات اللي يمكن اي اداره واعيه او جهاز فني واعي يقدر يبص لحاجه زي كده. اللي عنده البديل واللي عنده الاستقرار المادي واللي عنده الامكانيات الماديه والبشريه يلعب لو كل يوم مباراه، مفيش مشكله خالص يعني. احنا ده شغلنا ان احنا نجهز لعبتنا لو كل يومين او 3 مباراه. قوام الفرقه 25 لاعب واحنا لسه في بدايه موسم، مفيش ايقافات الحمد لله، مفيش اصابات، فبالتالي لو كل يومين 3 العب بفرقه مفيش مشكله. وانا مطمن اللعيبه عندي ومحس اللعيبه ان انا مفيش فوارق كبيره جدا يعني. وبالتالي ممكن بنسبه كبيره جدا هتلاقيني بلعب مياد اهليه بتشكيل وماتش كاس مصر بتشكيل، وده نظرا للثقه اللي موجوده بيننا وبين اللعيبه ان اي حد هيأدي. الفروق قريبه جدا فمفيش ازمه. ترجع يا كابتن محمد للقوام اللي عندك، للامكانيات الماديه، للامكانيات البشريه اللي متمثله في اللعيبه. تمام. تعال نشوف اخر استعدادات فرق اسكندريه مع الزميله اسماء رجب من اسكندريه. اهلا بك يا اسماء. اهلا بحضرتك، ازيك يا استاذ محمد؟ اتفضلي. اولا تحياتي للزميل الاعلامي المتميز استاذ محمد عبد النبي، وتحياتي للزميل الاعلامي طارق غالب، ونجمنا نجم منتخب مصر ونادي الزمالك كابتن عبد اللطيف الدوماني. يواصل انديه مطروح والاسكندريه التدريبات النهائيه استعدادا لانطلاق دوري القسم الثالث السبت القادم. وبالنسبه لنادي الهلال المطروحي بقياده الكابتن كرم مرسي دخل معسكر مغلق باحدى القرى السياحيه في الساحل الشمالي. اما بالنسبه للنادي المصري بالسلوم بقياده الكابتن رمضان عرفه دخل معسكر مغلق بمرسى مطروح. ونادي الجزيره المطروحي يواصل التدريبات اليوميه بملعب المصنع الحربي بشرق الاسكندريه. بالنسبه لنادي سبورتنج بقياده الكابتن احمد فاروق فاز بالامس على مركز شباب قصر بوليم ب4 اهداف مقابل هدف واحد في اخر المباريات الوديه استعدادا للدوري. كاميرات ملاعب المظاليم هتكون متواجده بمباريات مجموعه الاسكندريه ومطروح، وهيكون معانا كل الاهداف واللقاءات بشكل متميز وحصري بملعب المظاليم. شكرا يا كل ما لدينا. شكرا لحضرتك. شكرا لاسماء رجب الزميله من اسكندريه. كابتن عبد اللطيف، كنا بنتكلم عن مباريات كاس مصر. انت هتقابل ميجا سبورت على ارضك. تمام. انا بقى زي ما اشرت لحضرتك وميجا سبورت فرقه من الفرق يعني الغلسه في لعبها. فرقه كبيره وفرقه طبعا مع مجلس اداره محترم، وفرقه يمكن على طول في الترقي او بتنافس بقوه، ووقت كتيره جدا كانت اقرب فرقه ان هي توصل. تمام. كل الفرق على فكره يعني لازم تحترمها ولازم تتواضع مع كل الفرق. انت عندك هدف المكسب يبقى عندك، بقى كل الفرق عندك بنفس القوه. المهم مش الفرقه اللي انت هتقابلها، المهم اداء لعيبتك والحاله اللي لعيبتك بتبقى فيها يعني ليله المباراه. فانت بتحضر وبتهيئ لعيبتك للمباراه،
وفي الاخر يعني مفيش مباراه سهله، لا دوري ولا كاس. لكن انا بس عايز اقول حاجه، يعني انا يعني طموح ان انا اوصل في الكاس، لكن في الاخر انا مش هاخد كاس مصر يعني. احنا هدفنا الكبير اللي هو الصعود ان شاء الله، ده الهدف الكبير. الهدف الثاني كاس مصر، حق ان انا لعيبتي تعلن عن نفسها واوصل لاقصى حاجه، ولكن مش ده الهدف اللي احنا بنسعى له، ده الهدف الكبير اللي بالنسبه لنا يعني. تمام. كابتن دوماني، النهارده يعني اللجنه الخماسيه اللي هي بتدير اتحاد الكوره اعلنت ان في جمعيه عموميه ان شاء الله يوم 30 و31 اكتوبر الجاري. شكل المسابقه السنه دي بصراحه حاسس ان الانديه مستريحه، لها نظام معين. الاول مباشره هيصعد للممتاز ب، ما عادش فيه دوري ترقي، الدوري المرهق بالنسبه للانديه واللاعبين والنفقات الماليه اللي كانت ان الانديه يعني بتنفقها. يعني راي حضرتك في نظام المسابقه لهذا الموسم؟ احنا اتكلمنا كتير من خلال البرنامج بتاعكم. مفيش افضل من النظام والاستقرار، وده افضل شيء للكره المصريه. كنا بنعاني منها طبعا الفترات اللي فاتت، يمكن ما كناش بنبقى عارفين في ترقي ولا مفيش ترقي، اول هيطلع ولا تاني. الاول يطلع على طول، رجع لك 3 فرق ل4 فرق لغايه وقت الموسم اللي فات واحنا في الترقي. تخيل ما كناش عارفين كام فرقه تصعد. يعني المفروض دي لائحه تتحط من اول الموسم، كل الانديه بتمشي عليها. كان فيها بعض المتغيرات، بيحصل اجتماعات وبيحصل حاجات غريبه جدا، كنا بنتفاجئ بقرارات جديده كانت طبعا بتغير كل حساباتنا. لكن انا شايف البدايه قويه جدا، بتحدد من اول يوم المجموعات، بتحدد فرقه الصعود، بتحدد حتى الموسم الجاي ان شاء الله الوضع الممتاز به هيبقى ايه. ما كناش بنشوف الحاجات دي، فده طبعا بدايه نجاح واتمنى الاستمرار فيها ان شاء الله. تمام. نروح نشوف اخبار الغربيه مع الزميل عبد النبي النادي. اهلا بك يا كابتن. اهلا بيك كابتن طارق، برحب بحضرتك، برحب بالزميل النجم محمد عبد النبي. دايما انتم بتجيبوا لنا الضيوف الجمال، ضيوف النجوم، الصديق الغالي والحبيب كابتن عبد اللطيف الدوماني. كابتن عبد النبي، ازي حضرتك؟ الله يخليك. وحشنا يا كابتن عبد اللطيف. وانت طيب، ربنا يخليك. يعني دايما كده برنامج ملعب المظالم دايما بيجيب لنا كده النجوم اللي احنا بنتشرف بيهم بالفعل، واللي هم يعني اقول دافع قوي للكره المصريه في المستقبل ان شاء الله. ان شاء الله، ربنا يخليك. اخر السنوات فرق الغربيه عندك ايه؟ لا، الاول اتمنى كل التوفيق للكابتن عبد اللطيف الدوماني مع نادي نابارو، ويمكن الكابتن عبد اللطيف الدوماني خلاص حط بقى رجله على قدم النجوميه بصعود الفرق من الدوري القسم الثالث الى الممتاز به. بنتمنى له التوفيق. ربنا يخليك. طبعا يا كابتن طارق، كابتن محمد، ان يعني هنقول بقى دوري القسم الثالث على الابواب، مباراه ديربي من نوع خاص، ديربي محافظه الغربيه بين صيد المحله وسمنود السبت القادم ان شاء الله على ملعب غزل المحله الفرعي. يمكن اقدر اقول ان نادي سمنود استعد جيدا لهذه المباراه بالفوز مؤخرا على نادي نابارو بهدف من ضربه جزاء للاعب محمود لوكا. ايضا يمكن صيد المحله فاز على السنبلاوين مؤخرا 3-0 استعدادا برضه لهذه المباراه. يمكن عاوز اقول ان نادي سمنود يمكن يعني وشه حلو على المدربين اللي بتتعاقد معاه، ان الكابتن محمد اسماعيل بعد ما تعاقد مع نادي سمنود فتره الاعداد الراجل سافر التدريب في السعوديه. ايضا نفس الحال للكابتن محمد سمير المدرب العام، ثم الكابتن عاطف خضر مدرب حراس المرمى. الان يتولى تدريب نادي سمنود نجم بلديه المحله وابن نادي سمنود الكابتن مصطفى ابو اسماعيل، بينما يتولى تدريب صيد المحله الكابتن طارق السعيد نجم بلديه المحله. ايضا يمكن انا عاوز بس ادي فكره مباريات الاسبوع الاول ايها الزملاء. طب يا كابتن عبد النبي، بعد اذن حضرتك بس كابتن عبد النبي، ايوه عشان نوجه لحضرتك يعني المباراه في الاسبوع الاول في مجموعه الغربيه، صيد المحله مع سمنود في غزل المحله هتتلعب الاسبوع الاول. القرعه بقى جابتهم تاني، هيلعبوا بعض يوم الثلاث. ما هو ده بقى يبدو بقى ان القرعه يعني هيلعبوا بس في سمنود. هيلعبوا في سمنود يوم 15/10 ان شاء الله. ان شاء الله. كاس مصر المرحله الاولى يوم 15/10 في سمنود ان شاء الله. يمكن عاوز اقول لحضرتك برضه عشان نعرف الساده المشاهدين، وبرنامج ملعب المظالم ما عادش هيبقى فيه مظالم بقى مع ملعب المظالم ان شاء الله. دايما يعني احنا بنوجه لحضرتك الشكر، زميلي محمد عبد النبي، زميلي طارق غالب، شكرا ان شكرا. بالفعل انتوا اتجهتم ورميتوا سهامكم لمباريات القسم الثالث. شكرا يعني شكرا للزميل
عبد النبي النادي من الغربيه، عشان الوقت بس يا استاذ محمد. كنا بنتكلم عن مباريات كاس مصر، وعرفنا ان حضرتك هتلعب ميجا سبورت، واول مباراه يوم السبت مع مياد الدهليه في الدوري في القسم الثالث. تمام. المنصوره النهارده يا كابتن كانت بتلعب مع الترسانه، وفازت الترسانه على المنصوره 2-1. تم طرد رضا العيسوي، والمشرف العام على الكره الاستاذ محمد صلاح. تقول لي النهارده عن المنصوره بعد يعني كل الماتشات، يعتبر 90% من الماتشات الوديه هزايم بره وجوه. لا مش هتكلم بقى على الموسم ده، انت بتتكلم على تراكم مواسم سابقه، ونادي المنصوره نادي كبير ونادي عريق ومن انديه كبيره جدا اللي شهدت طبعا تالق لاعيبه غير طبيعيه في منتخب مصر، وده هم دايما كانوا نواه للاهلي والزمالك، وكلنا طبعا. احنا يا كابتن دوماني مش بنتكلم عن انديه نادي المنصوره بس، احنا بنتكلم عن المنصوره وغزل المحله طبعا انديه المحافظات اللي كنا بنشوفهم لهم صولات وجولات في الساحره المستديره في الدوري المصري. كان يعني نادي المنصوره ونادي غزل المحله ده بعبع الاهلي والزمالك. اتمنى ان شاء الله نعرف يعني من حضرتك كده يعني رايك في فرق المحافظات. كابتن نادي المنصوره يعني مشكله كبيره، يعني مش عشان النهارده خسر من الترسانه، ما طبيعي ومنطقي يخسر من الترسانه، والمباراه في القاهره، والترسانه من الفرق الكبيره، من الفرق العريقه، من الفرق اللي لها تاريخ، من الفرق اللي بتصرف وعندها ماديات. ما انا بتكلم ده تراكم مواسم سابقه. المد هي كل شيء دلوقتي في كره القدم. ما فيش فلوس في نادي المنصوره، اصبح الصعود مستحيل. خلينا نتكلم بمنتهى الامانه. تمام. في فرق كبيره جدا بتطلع بتبقى افضل من الفرق اللي هي العريقه دي، نظرا لوجود الامكانيات الماديه. الاسم لوحده مش كفايه. رقم 1 الماديات، رقم 2 تجيب ناس تخطط صح، يبقى في نظام، تدور على لعيبه كتيره جدا في انديه كتيره جدا، في انديه كتيره. اللي عاوز هيدور هيجيب، ولكن بنسمع دايما بنشاهد كل فتره القسط، الاقساط الشهريه مش موجوده، مقدمات الشهريه مش موجوده، اللاعب ده مش عارف تقريبا عامل عمليه، يعني امور كتيره جدا. في الاخر اتمنى والله المنصوره طبعا، واتمنى طبعا الاول غزل المحله يصعد، واتمنى المنصوره، لكن الامور صعبه جدا في نادي المنصوره. اتمنى رجال اعمال المنصوره مليئه برجال اعمال طبعا وناس كبار جدا يلتفوا حوالين الفريق ويدعموا الفريق ماديا، الوضع يبقى له شكل تاني خالص يعني. تمام. ده خاصه ان رئيس مجلس الاداره راجل اعمال، يعني الكابتن حاتم الميري، يعني المفروض لو حط يعني بس يعني سنده بسيطه مع نادي المنصوره هيوفر كل الامكانيات المتاحه علشان فرقه المنصوره تصعد لمكانها الطبيعي الدوري الممتاز. اتمنى ان شاء الله طبعا. اكيد هو عارف ظروف النادي وعارف النادي هو مش ملك نادي المنصوره حالا، نادي المنصوره ملك لجماهيره الكبيره طبعا، وفي ناس كتير جدا بتعشق نادي المنصوره وجماهير كبيره جدا على مستوى جمهوريه مصر العربيه. اتمنى ان شاء الله، اكيد هو الراجل عارف حاجه زي كده ومتاكد من حاجه زي كده، ان شاء الله يا رب يظبط اموره كده ويقدر يوصل رساله من خلال برنامجنا ان النادي المنصوره الطبيعي والمنطقي يرجع لوضعه الطبيعي. بنوصل رساله لرجال الاعمال بمحافظه الدهليه ان كلهم يلتفوا حول فريق المنصوره لصعود المنصوره الممتاز وسابق عهده الذهبي مع الكابتن حسن مجاد الله رحمه الله، ونشوف المنصوره كانت مفرخه للانديه المصريه ومنتخب مصر يا كابتن عبد اللطيف في سنه من السنين 9 لعيبه من المنصوره في منتخب مصر، واجيال ورا، يعني مش مثلا في موسم واحد كانت طفره، لا ده مظبوط، يعني من السبعينات والتسعينات والالفيه، يعني بتتكلم في نواه طبعا طول عمرهم، مش شفره فتره ولا بتاع. امتداد طبيعي لانديه اللي كان دايما بيفرقوا اللاعبين للاهلي والزمالك، يعني معظم انديه الاهلي والزمالك كانوا بياخدوهم من المنصوره، وامثله من كده كتير، ياسر ريان، وليد صلاح. بص يا كابتن، يعني اكبر ناديين في مصر يعني بعد النادي الاسماعيلي الاهلي غزل المحله والمنصوره. تمام. كل لعيبه الاهلي والزمالك من غزل المحله والمنصوره، فطبعا ما ننساش حاجه زي كده، والمواهب كتيره جدا وكبيره جدا. ان شاء الله المنصوره يسترد عافيته تاني ويتالق ويرجع لوضعه الطبيعي ان شاء الله. تمام. اعزائي المشاهدين، نرجع لفاصل سريع ونرجع لكم تاني. الوسط في المنطقة الدافئة، الله الله الله، هناك الكرة والاحتساب ومعها يسجل الانتساب. هلال بالرأسية تمر في الشباك عرضية من ركلة الجزاء في القسم الثاني. الله 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 الله،
الله الله الله. الثاني غير الصورة بل غير كل المعاني عن طريق رأس البر. الله الكرة، الله اللمسة، ولكنها هنا تأتي عبر أقدام اللاعب رقم 4 اللاعب إسلام سرحان. هنا يسجل هدف اطمئنان في احتراف الوسط أمام منطقة الجزاء. هنا الكرة عبد الرحمن، الله 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 الله. عبد الرحمن سمير بالقدم اليمنى يطير وفي الشباك اجمل تقدير واجمل هديه، وجاء هنا يكتب للقدم المصريه. الله 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 على طريقه رونالدو، ولكن رائع رائع رائع. عبد هاشم على الكره، هاشم، الله 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 الله. ارجوك 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 بالله عليك اقفل رجليك، ولكن الراسيه هناك عن طريق ماهر القلب الساهر ماهر غنيم يسجل هنا في مرمى فريق الزرقاء في هذه اللقطه القادمه. الله 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 الله. عرضية هي الأجمل، كرة هي الأفضل، وفلو ومتابعة عن طريق عبد الرحمن سمير يحرز هنا الهدف الثاني، يغير كل الصورة ويغير في منطقة الجزاء. الله الله. الحارس أجاد في الأولى، لم يجد في الثانية، ولكن هنا هدف التعادل. حان الموعد وحان اللقاء عن طريق هذا اللاعب في تلك الكرة، وهنا بمتابعة أجمل عن طريق اللاعب رقم 17. الله على الكرة، حسام جمالية، محمد بدير مانجا، كرة خطيرة هجرسي. الله 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 الله. متابعة أجمل، فولو أحلى. الهدف واللي سبق كان النبأ، والرابع الرابع الرابع كحق انتفاع لكل المتاعب هنا لفريق رأس البر، وهنا هدف رائع في هذه اللقطة. محمد بدير المانجا والفكهة الزرقاوية على حدود منطقة الجزاء وبجوار القوس على اليسار. محمد بدير مانجا، الله 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 الله. بدير مانجا يلعبها والمتابعة متواجدة والتعب الايسر، ولكن مراوغات، حكايات، تصويبات. الله الله الله. كرة صاروخية، تصويبة أمامية. مشاهدين، ورجعنا لكم من جديد بعد استماع المعلق الرياضي المتميز دائما والمبدع الكابتن أحمد مجاهد، ومعه الإعداد الزميلة سحر فريد. إيه رأيك يا كابتن دوماني في الصوت المتميز دائما أحمد مجاهد؟ بصراحة أنا بعتبره إن هو يوصل مع الكبار. ده احمد يعني من المعلقين اللي حقه مهضوم الحقيقه، وراجل موهوب موهبه كبيره جدا، وراجل شاطر وراجل مثقف، وانا متابعه عن قرب طبعا بنظر. انا كنت في نادي دمياط من موسمين، وكان هو بيعلق على كل المباريات نادي دمياط. وبالمناسبه هو راجل كل مباراه كان بيكلمني وبيسالني وحافظ اللعيب باسمه بشهرته بمكانه بموقعه بسنه. فطبعا مش اي حد بيعمل كده، دايما هو بيجدد ويطور من نفسه. الحقيقه اتمنى له موهبه كبيره جدا، ان شاء الله حقه والله يعلق على دوري ممتاز، وبقول له اصبر، وان شاء الله طول ما انت بتجتهد الفرصه هتجيلك ان شاء الله. اعزائي المشاهدين، وحضر معنا الان الاستاذ المحترم المدير لشركه الانتاج ستار لايت للانتاج الفني ومنتج برنامج ملعب المظالم، الاستاذ مصطفى بدران. اهلا بك يا كابتن. اهلا بيك يا كابتن طارق. اهلا بيك يا حسن. اهلا بك يا كابتن محمد. اهلا بك يا استاذ مصطفى. الاستاذ مصطفى ابراهيم عوض الباشا بدران، رئيس مجلس اداره شركه ستار لايت للانتاج الفني والاعلاني. هذا الرجل يا جماعه يعني دايما واقف في ظهرنا، ودايما واقف في ظهر برنامج ملعب المظالم، ودايما بيطلع الصوره على اجمل صوره، ودايما بيساعدنا في يعني من اجل انتاج هذا البرنامج الرائع. احنا هنا من ملعب المظالم واسره ملعب المظالم، كابتن طارق غالب ومحمد عبد النبي وكل الساده العاملين بملعب المظالم، بنقدم للاستاذ مصطفى ابراهيم عوض الباشا بدران، رئيس مجلس إدارة شركة ستار لايت للإنتاج الفني والإعلاني ومجلس الإدارة الشركة. احنا بنقدم لهم النهاردة درع التميز للأستاذ مصطفى. والله الدرع ده يستاهلكم انتوا، لأن انتوا من الناس الإعلاميين المميزين في القناة عندنا،
وبرضه نشكر استاذ عبد الحميد ان هو اتاح لنا الفرصه ان احنا نحط على الشاشه الصحه والجمال ناس اعلاميين، وطبعا بتجيبوا حتى الكباتن اللي بتجيبوهم ناس قيمه وقامه، كابتن ديبالي والناس كلها اللي انتوا بتجيبوهم، وباذن الله في الاحسن وفي الاقوى. واحنا باذن الله حاطين خطه للقناه ان احنا هنطور، ويا ريت كل البرامج بتاعتنا تبقى زي ملعب المظالم. وايضا شهاده تقدير ايضا مقدمه للاستاذ مصطفى ابراهيم عوض الباشا بدران على مجهوداته معانا في برنامج ملعب المظالم. اتفضل يا استاذ مصطفى. اشكرك يا كابتن طارق. انا عاوز اقول له حاجه طبعا، بشكره كابتن طبعا. كابتن دوماني بقى عاوز يقدم. لا والله مش بجاملك. الله يبارك لك كابتن ديبالي. من غير حاجه والله، انا اول ما بيقولوا لي مش عشان هم اصدقائي وحبايبي، لا البرنامج متشاف الحمد لله بصوره قويه جدا جدا، بتشاف بصوره كبيره. وصدقني بقى انا جاي من البحري وعارف بحر ايه واسكندريه ايه، وده البرنامج الوحيد اللي بيلقي الضوء بقوه على طبعا الفرق الغلابه اللي بيقولوا عليها، لكن مش غلابه ولا حاجه، مش غلابه، دول اقوياء اساسا مميزه. فمزيد من الاستمرار والتطوير، وبقترح يعني حاجه ممكن يعني كل اسبوع يجي لك منتخب مثلا في كل مجموعه، وفي اخر الموسم ان شاء الله كده يتكرموا بشكل كويس في البرنامج. الناس يعني الناس بتشوف وتتفرج، منتخب الاسبوع، ونلقي الضوء باكتر. يعني الناس بتشوف اي حد يبقى صاحبه وصديقه حد في البيت يشوف جاب جون عمل جون، فده شيء مهم جدا يعني. ونشكرك طبعا على دعم البرنامج ومزيد من الاستمرار. الله يبارك فيك. شكرا. كابتن مصطفى، يعني الاستاذ مصطفى معلش احنا برنامج رياضي بنقول لك كابتن فمعلش يعني انت كابتن بالنسبه لنا يعني، وانت كابتن الفرقه كمان يعني. الله يخليك. الله يخليك. والاستاذ صدام ما تنساوش. الاستاذ صدام ومعانا مارينا وكل يعني كل مجموعه والناس اللي خلف الكاميرات احنا بنشكرهم شكر يعني. مراسلينا برضك على مستوى الجمهوريه بنشكر احنا يا استاذ مصطفى، معانا مراسلين من تامر بدران. انا عارف ان هو تامر بدران. احنا معانا مارينا بتبلغنا، هي بتقول ان الجندي المجهول في البرنامج الاستاذ تامر بدران. والله هو كل الناس جنود مجهولين، الناس بتوع الصحه والجمال من اشطر الناس وكوادر، من اشطر الناس في مدينه الانتاج الاعلامي وكوادر، وهم دول اللي هينجحوا وهم اللي هيساعدوا. بصراحه يعني مجموعه من المونتاج وكل الناس اللي شغالين في قناه الصحه والجمال احنا بنقدم لهم خالص الشكر والتقدير على وقفتهم معانا في برنامج ملعب المظالم، وان شاء الله امتداد النجاح هيبدا مننا كلنا. وبنشكر ايضا كل المراسلين في مصر كلها لبرنامج ملعب المظالم، بنشكر المراسلين، بنشكر المعلقين والمصورين، وايضا كل كباتن اللي بيحضروا معانا النهارده قيمه وقامه كبيره النهارده في الرياضه المصريه. الكابتن عبد اللطيف الدوماني كان يحضر معانا الكابتن محمد كمونه، لكن عنده تدريب يا كابتن عبد اللطيف، نجم الزمالك انتظر وعنده تمارين في نادي الزمالك. هي اخر حاجه الناس بتنتظر، فانت الساعه طبعا دي حاجه ما اقدرش اتكلم فيها، ولكن انت بتقول تقارير وبتجيب اخبار وبتجيب مقدمات وبتجيب اتحاد كوره وبتجيب انديه ممتاز. اتمنى بس البرنامج يطول لو فتره بحيث كل واحد ياخد حقه بس على مستوى ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله كل موسم هنعمل ايفنت للبرنامج ونستضيف كل الناس الكوادر في الكوره باذن الله. نصايحك لنا يا استاذ مصطفى من خلال ملعب المظالم. والله انا شايف ان انتوا مش عايزين نصيحه والله. لا وتوجيهات احنا يعني انت حضرتك قيمه وقامه كبيره، احنا بنستفاد من حضرتك وبنستفاد بكل رأي حتى لو أصغر عامل في قناة الصحة والجمال. احنا النهاردة عاوزين نطور هذا البرنامج بصورة تلقي يعني قبول السادة المشاهدين والمتابعين لملعب المظالم. احنا ان شاء الله ابتداء من الاسبوع القادم هيبقى معانا تقارير حصرية من الملاعب المصرية، من السلوم لأسوان، من اسكندرية لكل بقاع مصر ان شاء الله هنتابعها من خلال ملعب المظالم. وزي ما قال زمايلنا المراسلين ما عادش في مظالم مع ملعب المظالم باذن الله، ومن نجاح لنجاح وسيروا كما انتم زي ما بيقولوا باذن الله. ان شاء الله وحظنا حلو ان يوم الاثنين يوم البرنامج هيكون فيه مباريات مباشره في القسم الثاني يا كابتن محمد. تمام، هناخدها لايف من الملاعب مباشره ان شاء الله. مراسلينا هيقدموا لنا تقرير لايف بالصوت وعبر الرسائل وعبر المكالمات الهاتفيه، وهنتابع مع حضراتكم اول باول كل النتائج وترتيب المجموعات في القسم الثالث والقسم الثاني، وهنعمل ان شاء الله طفره كبيره ترضي بكل الساده المشاهدين والمتابعين لملعب المظالم. كابتن عبد اللطيف الدوماني، نرجع بقى بعد ما كرمنا الاستاذ مصطفى بدران، نقول لحضرتك
جماهير تطمن جماهير نبروه على فرقه نبروه. بدايه قويه ان شاء الله يوم السبت القادم مع مياه الدهليه، كاس مصر يوم الثلاث مع ميجا سبورت. وطبعا بنطمنهم، ونادي نبروه بالمنظومه الكامله، مجلس اداره وجمهور وجهاز ولاعيبه، ان شاء الله نكون عند حسن الظن، واحنا جينا عشان هدف واحد وهو الصعود باذن الله. بنحترم طبعا فريق بني عبيد، وبنحترم كل الفرق الموجوده، كلهم حقهم ان هم طبعا ينافسوا ويساعدهم، ولكن يتبقى الطموح والرغبه والدوافع اللي عند نادي نبروه متمثله في مجلس اداره وجمهور. بنوعدهم ونطمنهم، وطبعا مش هقول لهم بقى خلي فيه صبر وفيه خلي جلد، اما بكسب مش نهايه الكون وما كبرش الموضوع، ولو لا قدر الله بتعادل او بخسر برضه الدوري طويل، 28 اسبوع ممكن تحسم في اخر مباراه او فرق هدف، فالدوري طويل طالما في ثقه في الجهاز وفي اللعيبه، فان شاء الله الصبر يكون موجود، وان شاء الله نكون عند حسن ظنهم ونحقق لهم وضعهم الطبيعي تاني مع احترام الجميع الفرق ان شاء الله باذن الله. كابتن مصطفى بدران بقى ننكشك شويه، ميولك في الكوره ايه؟ هقول لك انا اول حاجه قبل ما اتكلم في الكوره، انا اقول لك حصري ان من بكره هيبقى في ملعب المظاليم، هيبقى مباشر على النت وعلى السوشيال ميديا، هيبقى بث مباشر، الحلقه بتبقى بتتذاع وهي بتتبث مباشر عن طريق النت. لاي مشاهدين عايزين عندكم في هناك، محدش قدام التي في عايز يتفرج عليه على النت، حصري هيبقى البرنامج مباشر عن طريق النت، طول ما هو بيتذاع والناس شايفاه برضه عن طريق السوشيال ميديا. احنا بنشكر حضرتك، ده اضافه كبيره للبرنامج، وبنشكر دايما وقفتك معانا من اول ما دخلنا قناه الصحه والجمال، ودايما انت بتمدنا بكل ما هو جديد وواقف في ظهرنا. احنا بنشكرك مره تانية، درع ملعب المظاليم ده حاجه قليله جدا بالنسبه ليك، ولو وقفتك معانا وشهاده تقدير ده، ودي متمثله لحضرتك وكل القائمين على هذا البرنامج، وبنشكر كل ضيوفنا وبنشكر حضرتك مره تانية. وايضا يعني كابتن مصطفى، انت لعبت كوره وانت صغير؟ لا عمري. انا اول مره اتفرج على كوره ولا اتابعها لما عملت لكم البرنامج. كابتن عبد اللطيف، نهايه برنامجنا تحب تقول ايه لمشاهدينا مشاهدي برنامج ملعب المظالم؟ لا انتوا والله برنامج متشاف وشاف بصوره كويسه، وانا بيبقى لي الشرف ان انا باجي هنا طبعا في اي وقت، طبعا بلبي الدعوه طبعا انا او غيري، وانا مش بقول بقى للمشاهدين، انا بقول لكم انتم، يعني الناس مستنياكم والناس في انتظار شكل جديد، الناس مستنيه تقرير بشكل قوي، يعني نفعل بقى الحاجات دي. ممكن غرف الملابس تتصور حاجات معينه، اللاعب بيحب يشوف نفسه، الاهداف المباراه، مثلا تقرير المباراه اللي بعد المباراه ده موجود، بس اتمنى ان شاء الله يبقى في تطوير اكتر من كده، ان شاء الله يبقى لا مفيش والله. بص اقول لك حاجه، يعني هو قال حاجه كويسه قوي، قال هو ما لعبش كوره وراجل مهتم بالرياضه، يعني فما بالك بقى لما يبدا يحب القصه ويشوف المفعول اللي بيحصل ولا رد فعل اللي يحصل من المشاهدين. فان شاء الله كده الناس هي اللي مستنياكم والناس في انتظاركم ان شاء الله، وانتم ان شاء الله مش هتبخلوا على الناس في اي معلومه او في اي اضافه، وده عشمنا فيكم كده ان شاء الله. والله كابتن مصطفى قبل البرنامج يا كابتن ما نطلع السنه دي، لان الاستاذ مصطفى اتصل علينا قال انا شايف في ناس كتير كلمتنا عن البرنامج ملعب المظالم، وتعالوا عشان ننتج لكم ملعب بالمظالم باذن الله. مش ده اللي حصل يا كابتن؟ حصل طبعا، والحمد لله يعني كان ظني في محله، والحمد لله طولت رقبتي، انا شايف ان البرنامج في تطور 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 الى ما لا نهايه باذن الله. باذن الله بفضل حضرتك يا استاذ مصطفى، وبنشكر حضرتك مره ثانيه، ودرع وشهاده تقدير من ملعب المظالم للاستاذ مصطفى ابراهيم عوض الباشا بدران، رئيس مجلس اداره شركه ستار لايت للانتاج الفني والاعلاني. وبنشكر حضرتك مره ثانيه، وبنشكر كل القائمين على هذا البرنامج، بنشكر بنشكر المصورين خلف الكاميرات، وبنشكر كل الانتاج والمعدين والمراسلين وكل اللي بيتعاون مع ملعب المظالم. واحنا بره مره تانية بنشكر القيمه والقامه الكبيره اللي دايما لما بنطلبه بيبقى بجوارنا على طول، الكابتن عبد اللطيف الدوماني نجم مصر ومنتخب مصر ونجم نادي الزمالك والمدير الفني الحالي لنبروه. ودايما بسألك السؤال يا كابتن دوماني وبقول لك سؤال واحد بس. مخرج سؤال واحد بس، ما عادش 40 ثانيه. سؤال واحد يا كابتن دوماني. الكابتن دوماني قيمه كبيره في التدريب، كلمه اخيره ليه مصر ان انت تدرب في درجه ثالثه وانت عندك عروض كتير بتجيلك من ممتاز ب، وايضا بعض العروض من الدوري الممتاز؟
يعني مع عشان الوقت ان شاء الله اخر موسم في الدرجه الثالثه ده ان شاء الله. يعني مش حصري 40 ثانيه خلاص. حصري كلمه اخيره خلاص، كلمه إن شاء اخيره الله. للكابتن عبد اللطيف الدوماني. بشكركم جدا وبتمنى لكم التوفيق ان شاء الله. باذن الله. كلمه اخيره للاستاذ مصطفى طبعا برنامج بقول ملعب الى المظالم. الامام باذن الله، الى الامام. أعزائي المشاهدين، في نهاية حلقتنا بشكر الكابتن المحترم الغالي علينا صديق الخلوق الكابتن عبد اللطيف الدوماني المدير الفني لنادي النبروه. بشكر الأستاذ مصطفى بدران رئيس مجلس إدارة شركة إنتاج ستار لايت. وبشكر زميلي مقدم برنامج ملعب المظالم الأستاذ محمد عبد النبي. انتظرونا كل يوم اثنين في 7 مساء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.